ما تتفاجئش برد فعل حبيبك، خاصة لو انت مقصر معاه. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي يا ريت نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. حبيبك بيطلب منك الاهتمام، لو ما لقاش الاهتمام ده واللي هو عايزه واللي بيخليه يحس بحبك ليه، هتلاقي منه طبعا رد فعل ممكن يزعلك. هتحس باحساس حزين جدا. مشاكلك في الشغل عموما ما بتخلص، لانك اغلب الاوقات بتركز على الاسئلة والتفاصيل. كده انت بتخلي المشاكل تزيد ومفيش وقت للحاجات دي. لازم تهتم بشغلك اكتر، لانك الايام اللي جايه باذن الله على موعد مع مفاجأة كبيرة او مفاجآت كتيرة. انت مهمل جدا في صحتك الايام دي. حاول انك تعمل فحوصات وتحاليل شاملة عشان تطمن على صحتك، لانك بتحس بالتعب والارهاق ووجع الظهر. كمان عايزة اقولك ما تحاولش تجازف بصحتك، ولازم تروح لدكتور. بالرغم من المشاكل الكتير اللي انت بتمر بيها الايام دي، بس انت هتتحكم فيها. ربنا يرزقك بدل تعبك وهيراضيك على كل اللي انت مريت بيه من مشاكل وهموم. كل اللي عليك انك تصبر وتقول يا رب. شخصيتك بتقدر تخبي الحزن بسهولة جدا. يعني بتبتسم بالرغم ان عندك كمية كبيرة من الهم والحزن في قلبك، لكن برضو عندك عقل موزون، بتفكر بشكل كبير عشان توصل لحل لمشاكلك كلها وتحقق أحلامك وطموحاتك، لأنها أهم حاجة في حياتك. انت مخلص جدا في شغلك. حكمتك وعقلك بيساعدك على انك تحقق كل اللي انت عايزه. عندك صفات إيجابية كتير جدا، منها انك بتقدر تشيل المسؤولية، بتواجه وبتقف في أي حاجة صعبة وبتحلها، بس ما بتحبش ان حد يتحكم فيك بأي شكل من الأشكال. شخصيتك كتومة جدا، قليل لما بتتكلم مع اي حد عن حياتك الشخصية. انت قابلت شخص من فترة قريبة، حسيت انه شخص مميز. ادي لنفسك فرصة عشان تتعرف عليه كويس، واوعى تندفع في مشاعرك ولا تقوله عليها. خليك حريص معاه، ما تسمعش الكلام الناس اللي حواليك، لانك انت صاحب القرار. بتحس بوجع في بطنك لانك بتاكل اكل مليان دهون، وده اللي مأثر عليك. حاول انك تمشي على نظام غذائي وصحي عشان الموضوع ما يكبرش. كمان ادرس امورك وفهمها كويس، فكر في قراراتك الاول وتأكد منها بكل هدوء وصبر. اوعى تستعجل عشان ما تندمش. خليك حريص انك تستغل اي فرصة بتجيلك واستفيد منها بذكائك وثقتك في نفسك وطموحك. خطط لمستقبلك بشكل كويس. بتحب الخروج والسفر والمغامرات الجديدة. كمان بتهتم بأهلك كويس جدا. بتكون حريص على ان هما ينظموا وقتهم وأولوياتهم دايما. كمان لو قابل أهلك أو عيلتك أو أي شخص قريب منك حاجة وعايز يحلها، انت ممكن تحلها وبتنهيها على طول. بتحل المشاكل بسرعة جدا. كمان كان في خلاف بينك أو مشاكل بينك وبين شريكك من كام يوم، بس النهاردة اليوم مناسب عشان تصالحوا وتتكلموا مع بعض، وانت ممكن تروح وتتكلم معاه. حاول انك تنهي الخلافات دي، لانك انت دايما عصبي ومتوتر، وده هيأثر جدا على العلاقة. ومش بس العلاقة، هيأثر على صحتك بشكل سلبي. حاول انك تتخلص منهم بالرياضة والتمارين او تمارين الاسترخاء قبل ما تبدأ يومك. كتر من اكل الخضار والفاكهة لان هي مفيدة جدا. شخصيتك بتمتلك طاقة عالية جدا في اي نشاط، ده بيعكس رد فعلك بانك انت مش تعبان او مجهد، بس انت لازم تكون حساس تجاه شريكك. خليك حريص في كلامك مع شريكك عشان لو في مشكلة تقدروا تحلوها بإذن الله تعالى. انت محتاج للراحة والهدوء لفترة. حاول انك تستجم، ممكن تطلع رحلة قصيرة
احترم شريكك قدام الناس، خليه ياخد وضعه ومكانته عشان تتجنبوا اي تدخلات او اي محاولات ان حد يوقع بينكم. كمان حاولوا انكم تحددوا المناقشات بتاعتكم والمواضيع اللي بينكم من غير ما حد يعرف. ممكن تاخد حبيبك وتروح اي مكان كويس للاستجمام، او تروحوا في جولة سياحية لاي مكان تستفيد فيه، لان قصة الحب عايزة تتجدد من اول وجديد. حاول تبعد عن الناس المحيطة بيك واي شخص بيظهر عليه الغيرة والحقد في عيونهم قبل كلامهم وافعالهم. خبي عنهم خططك اللي انت عايز تنفذها، ما تخليش قصصك الشخصية على لسان حد او في اي مكان. انت بتحب الحياة والانطلاق لأي هدف انت عايز تحققه. كمان شخصيتك بتحب الحياة جدا، عايز تتقدم في حياتك طول الوقت، وشغلك هو هوايتك المفضلة. بتفرح جدا لما بتنجح. خليك شخص ايجابي ناحية تطلعاتك العملية، واوعى تتشائم لو اتصدمت او اتحطيت في اي موقف مؤذي. ما تركزش على الغلط، بص لقدام عشان تحقق اي حاجة انت عايزها.